هاي كله حلو الحمد لله. اول حاجه احنا في الكرفان، بيمثل لك ايه الكرفان؟ لا ده بيبقى بيتي التاني بقى وقت التصوير. وبعدين انا عندي ازمه حقيقيه، يعني ان انا الكرفان لازم يكون بمواصفات معينه، يا اما مش بعرف اي ريلاكس وابقى كده مرتاحه وانا في التصوير. نظيف جدا، لازم يكون مترتب، بس طبعا يعني معلش هو دلوقتي مفنكش الشخصيه جيران الكرفان. وانا جاي شايف بقى اتوبيسات في كل حته. مين اكتر ناس في اللوكيشن من الكاست، سواء بقى في كامل العدد او سيد الناس، بيعملوا بقى جو في اللوكيشن وبيبقى الاجواء لذيذه كده؟ كامل العدد بصراحه كله، يعني كل الناس، حتى كاست اند كرو، يعني حتى يسر ورنا الكاتبات بيبقوا معانا على طول، استاذ خالد، وسام البروديوسر، والعيال بقى بيعملوا جو كده كله على بعضه كده، كان منسجم وكان في اجواء لذيذه قوي. هنا ما بنلحقش سيد الناس هنا سيد الناس ضرب تصوير ورا بعض. ما بنلحقش نعمل جو يعني. بس يمكن عشان انا مشاهدي كلها بتبقى مع عمرو سعد واستاذ محمد سامي، بيقعد يوجهنا كتير المشاهد بتاعتنا، ويعمل معانا بروفات ويقرا لنا ويقول لنا الدايركشن بتاعه وكده، وبعدين يتخللوا بقى هزار وضحك وتعليقات وحاجات كده، فبرضه يبقى الجو لذيذ لما بيسمح الوقت. لما بيسمح حط تحتها 100 خط، 1000 خط تحت. أيوة. طبعا لازم. طبعا شادية وفتحية شخصيتين مختلفين تماما، ازاي بتقدري في وقت التصوير لو بتصوري الاثنين في نفس الوقت تفصلي ما بين الكاركتر دي والكاركتر دي؟ بص انا ما عنديش مشكله في او يمكن بقى بالخبره وبالوقت وبالعدد الحاجات اللي الواحد عملها، يعني ما بقاش عندي مشكله انه حكايه الفصلان دي. وبعدين ببقى محضره للشخصيات كويس قوي من قبلها، عارفه دي ايه دي مين، عارف زي كاني بروح البس البورنيطه وبعدين بقلعها وبعدين هنا اجري، يعني خلاص الموضوع بقى سهل شويه بالنسبه لي يعني. هم مختلفين خالص، ويمكن ده اللي مساعدني لان هم مختلفين خالص، واللبس بيساعد والميك اب بيساعد والشعر بيساعد. it puts you in the character، يعني بتدخلك جوه الشخصيه، كل الحاجات العوامل الخارجيه المساعده دي. لو مثلا عندك مشهد كمان شويه وانت قاعده في الكرفان، بتراجعي بقى قبليها ولا اللي ذاكر خلاص؟ الشخصيه كشخصيه بتبقى متذاكره من قبل. بس المشاهد بقى كحفظ، بحب اقعد لوحدي بربع كده على السرير وبفرد الورق قدامي واقعد بقى اسمع لنفسي واجرب حاجات اداءات مختلفه. بس انا عموما يعني بفضل السبونتينيوس، يعني انا بحب اتفاجئ يعني. بحفظ الكلام كويس قوي قوي قوي، وبعدين لما بدخل جوه المشهد وفي البروفات بحب اشوف ايه اللي بقى هيطلع الاداء عامل ازاي. يعني مش بذاكر اداء، بذاكر كلام. كذا حد قال كده عامه جوه الكرفان، ان بسيب الموضوع يطلع من جواه عشان يطلع حقيقي، عشان بيبقى حقيقي اكتر. بالظبط. انجي المقدم، في حاجه مشتركه بينها وبين شخصيه فتحيه هتكون ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه لا اموت الفتحيه دي خالص يا جماعه، والله من بعيد ولا من قريب. بس هي يعني برضه اتحطت في ظروف صعبه، يعني واحده اتحبست 20 سنه واهلها ماتوا، يعني اتحرقوا كلهم وهي كانت هتموت. دي مأساة، دي ملحمة. الغل والانتقام اللي جواها عمال بيزيد وبتغلي مع مرور الوقت، مش بتهدى. ايه الحاجة اللي بالنسبة لإنجي تبقى في النجاح؟ يعني ايه الحاجة اللي شايفة انك لازم تكوني عاملاها في شخصيتك او كده عشان تبقي شايفه انك نجحتي؟ مثلا ردود فعل الناس ولا؟ بص انا يعني بقى عندي قناعه انه ادي اقصى ما عندي، اعمل اللي اقدر عليه، احضر واذاكر واركز ومفيش حاجه طنشها، مفيش حاجه يعني انا واخده بالي منها وعدي، لا طول ما انا واخده بالي من الحاجات اعمل فيها اللي بايدي، يعني قصدي اللي في ايدي بعمله للاخر. النتيجه بقى بايد ربنا مش بتاعتي. ازعل امتى بقى؟ لو انا حسيت ان انا لا قصرت، استهبلت، طنشت، دي بقى يعني اقعد اقول مش كده، ريتني كده اقعد انب بقى في نفسي. وطبعا طول الوقت انا بأنب في نفسي مبدئيا، يعني حتى لو كنت عامله الكفت يعني وانا بتفرج عمري ما ببقى راضيه 100% ابدا ابدا ابدا. دايما بقول في حاجه ناقصه، في ممكن كان يطلع، ممكن كان طول الوقت بعمل كده. في سيد الناس انت محبوسه ورجعتي من الحبس بعد 20 سنه، لو هتتحبسي في مكان لمده سنه هيكون فين؟ على جزيره طبعا، بحر بقى وشمس ورمله وميه وكل حاجه. اتحبس عادي. تاخدي موبايل معاكي ولا لا؟ يا ريت لا. صح. اخد ايه معايا؟ اخد الناس اللي بحبهم. حلو. سناره ومزيكا مراكب ايوه مزيكا، يا سلام، مزيكا ما اقدرش استغنى عنها. لازم.